يسعدنا أن ينضم لنا من واشنطن العقيد عمر عفيفي. مرحبا بك سيادة العقيد. أهلا وسهلا بيكي سيادة العقيد، يعني بداية لنتحدث عن حادثة اختطاف الطائرة، يعني كيف ترى هذا الحادث، حادث اختطاف الطائرة المصرية من وجهة نظر أمنية؟ طيب خلينا بس أرجو أن الفريق الإعداد عندك يجهز حاجتين. أول حاجة صورة الشخص اللي بياخد سيلفي مع الخاطف جوه الطيارة ولابس الحزام الناسف جنبه. نعم، هم يسمعونك الآن. الصورة الثانية صورة الشخص اللي بينط من شباك الطيارة بينما الناس نازلة من الباب عادي خالص. نعم. يعني طبعا أنا هقول لك كلام. نعم، أتمنى من فريق الإعداد أن يتم عرض الصور. تفضل سيادة العقيد. الكلام ده كلام تحليلي. نعم. أولا مفيش خاطف في الدنيا اللي جابها ربنا دي كلها جايب واحد يتصور معاه سيلفي جوه الطياره وجنب الحزام الناس. نعم، ها هي الصور تعرض الان. دي مساله لا يتقبلها عقل في التاريخ، ان واحد لابس حزام ناسف وبيهدد الناس وبيمثل دور ارهابي انه خاطف الطياره وبيجيب واحد ياخد معاه سيلفي. يعني دي احنا يعني ده لو ده اللي خاطف والمخطوف بالطريقه دي يبقى احنا بقينا مسخره عشان نعم. تصدق كده. لو شفتي بقى حضرتك ده لابس الحزام الناسف والتاني بيضحك جنبه نعم، يعني في ارتياح تام. نعم سيادة العقيد. وجنبه خالص يعني ده لو كان الخاطف الطياره ده عيل صغير مش هيسيب حد يجي يتصور معاه سيلفي وهو لابس الحزام الناسف. نعم. الشخص ده بيضحك، شخص بيضحك وجنبه واقف زي الحيطه، يعني ممكن يمسكه ويكتفه. صحيح. هاتيلي بقى الصوره الثانيه اللي الشخص بينط من الشباك والباب مفتوح والناس نازله. نعم. أرجو من الكنترول عرض الصورة، صورة الرجل الذي يقفز من الطائرة. لو حضرتك يعني خلال البرنامج جابوا مقطع من الفيديو ده، الناس نازله من الباب والباب مفتوح. نعم. وسيادته بينط من من الشباك. طبعا لان ده الدور اللي اترسم ليه في السيناريو اللي احنا المفروض نصدقه ونقول والله ده في طياره مخطوفه والارهاب عندنا عشان نداري. وارجوكي بقى تسيبي لي الفرصه اقول. تفضل سياده العقيد. الى ماذا تشير بهذا الكلام؟ نعم. الموضوع اخطر مما يتصور المصريين. السيسي باع سينا لاسرائيل، وكل اللي انت شايفاه ده علشان يشغل الراي العام عن المصيبه اللي هي اخلاء سينا من اهلها عشان يخلي 1200 كيلو، ده وفقا للاتفاق بينه وبين اسرائيل.